السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نشرح فكرة الفيديو بتاعت النهارده، اهم حاجة ما تنساش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس كل ما ننزل فيديو يوصلك، وتصلوا على النبي تحت في الكومنتات. طب يا جماعة، فكرة التحدي بتاعت النهارده وهي تحدي التخمين مع شات جي بي تي. تحدي التخمين مع شات جي بي تي يا جماعة عبارة عن ايه؟ ان هو يحاول يخمن اليوتيوبر اللي في دماغي. معنى ايه يا جماعة؟ هو هيقعد يسألني أسئلة وانا اجاوب عليها ونشوف هو يعرف يخمن اليوتيوبر ولا لا. تمام، يلا بينا نبتدي التحدي. بص بقى وركز معايا. المفروض دلوقتي ان انا هعمل معاك تحدي اسمه تحدي التخمين. انت المفروض هتحاول تخمن اليوتيوبر اللي في دماغي. انت هتقعد تسألني اسئلة وانا اجاوبك عليها وانت تحاول تعرف اليوتيوبر. فاهم؟ تمام، فهمتك كويس جدا. أنا جاهز. هسألك أسئلة تساعدني أو تحدد لي ملامح اليوتيوبر. أول سؤال، نوع المحتوى اللي بيقدمه اليوتيوبر ده إيه بالظبط؟ يعني كوميدي، تعليمي، تحديات أو أي نوع تاني؟ تحديات. حلو جدا. طيب سؤال تاني، اليوتيوبر ده بيشتغل لوحده في الفيديوهات ولا عنده شركاء أو فريق بيظهر معاه بشكل مستمر؟ لا، بيشتغل لوحده. تمام. طيب كمان سؤال، اليوتيوبر ده مصري ولا من بلد عربية تانية أو حتى من دولة أجنبية؟ لا، مصري. ممتاز. طيب سؤال أخير عشان أضيق دائرة التخمين، هو عنده عدد مشتركين كبير ولا لسه في بدايات المشوار؟ هو لسه في بداية المشوار، بس هو عدى 100 مشترك. تمام، كده عندي فكرة أوضح. بناء على التفاصيل دي هحاول أخمن، هل اليوتيوبر ده ممكن يكون من اللي بيعملوا تحديات مع لمسات كوميدية، زي مثلا شخص بيقدم تحديات لوحده وبيشارك لحظات يومه العادية في فيديوهاته؟ يعني انا مش فاهم السؤال، ممكن تغير السؤال ولا انت كده بتحاول تخمن؟ طبعا، تمام. خليني أبسطها أكتر، هل اليوتيوبر ده عنده محتوى تحديات مرتبط مثلا بالرياضة أو الألعاب، ولا هو بس تحديات عادية زي تحدي الأكل أو الحاجات اليومية؟ لا، تحديات عادية. تمام، كده فهمت. طيب آخر سؤال، هو اليوتيوبر ده مشهور من زمان مثلا، يعني بقاله فترة طويلة على المنصة، ولا لسه بدأ من كام شهر وبس؟ هو انت مش فاهمني؟ اقول لك، هو بقاله 10 شهور وعدى 100 مشترك، يعني لسه في بدايته. سهلة جدا اهي. خلاص، تمام جدا. أنا كده عندي فكرة أوضح. لو كده هحاول أخمن إنه ممكن يكون واحد من اليوتيوبرز اللي لسه بيبدأوا في تحديات عادية. ممكن يكون حد زي اللي بيعمل محتوى تحديات لوحده لسه في البداية. لو عندك أي تفاصيل تانية أو عندك حاجة تحب تضيفها قولي. يعني انا ساعدتك كتير. طب خلاص، قول. انا هديك يعني حاجة تعملها. انت هتقول 3 اسامي، يعني 3 اختيارات. تمام، وانا آه هقول لك الاسم. يعني انت لو قلت 3 اختيارات واسم فيهم صح، انا هقول لك اسم فيهم صح وانت تحاول تخمن. فهم ولا لا؟ تمام، كده فهمت. أنا هقول 3 أسماء وأنت هتقولي إذا كان اسم الشخص اللي في بالك موجود فيهم ولا لأ. جاهز؟ طيب أول اسم أحمد حسن، تاني اسم محمد عادل، تالت اسم كريم المصري. قولي بقى إذا حد منهم صح. لا، ولا حد فيهم صح. تمام، ولا يهمك. لو عندك أي تفاصيل تانية في دماغك أو لو في شيء معين عايز تضيفه قولي، وأنا ممكن أساعدك أضيق الخيارات أكتر لحد ما نخمن صح. طب هل دلوقتي انت عارف اليوتيوبر ده ولا لا؟ يعني بالمعلومات اللي انا قلتها لك، عرفته ولا لا؟ ولا نغير اليوتيوبر؟ لا بصراحة لسه معرفتش بالظبط، المعلومات كانت لسه عامة شوية. لو عندك أي تفصيلة إضافية زي مثلا نوع التحديات أو شكل الفيديوهات بتاعته ممكن تساعدني أكتر وأضيق التخمين. طب احنا هنغير اليوتيوبر، وانا دلوقتي هقول لك يوتيوبر تاني. بس حابب تعرف اسم اليوتيوبر الاولاني؟ طبعا، ولا يهمك. لو عندك تفاصيل تانية عن الشخص الأول أو لو عايز تبدأ من جديد مع يوتيوبر مختلف، أنا جاهز أسمع وأساعدك في التخمين مرة تانية. تمام ماشي. اسم اليوتيوبر الاولاني اللي انت معرفتوش وهو هارلي محمود. تمام. دلوقتي احنا نبتدي تحاول ان انت تخمن اليوتيوبر الجديد اللي في دماغك. تمام، أنا جاهز. خلينا نبدأ بنفس الطريقة. أول سؤال، نوع المحتوى بتاع اليوتيوبر الجديد إيه؟ يعني تحديات، كوميدي، تعليمي ولا نوع مختلف؟ نوع المحتوى بتاعه قصص، بيحكي قصص، سواء قصة حقيقية أو قصة خيالية أو قصة رعب، هو بيحكي قصص. حلو جدا. طيب سؤال تاني، هل اليوتيوبر ده بيستخدم مؤثرات صوتية أو بيعرض صور أو رسومات أثناء ما بيحكي، ولا هو مجرد كلام بس؟ لا، ساعات بيعرض صور. تمام. طيب سؤال كمان، هو اليوتيوبر ده مصري ولا من بلد عربية تانية أو حتى من دولة أجنبية؟
مصري. تمام، كده الصورة بتبان أوضح. طيب آخر سؤال عشان أضيق أكتر، هل اليوتيوبر ده مشهور جدا وبقاله سنين ولا لسه في بداياته برضه وعدد متابعيه قليل نسبيا؟ لا، مش عدد متابعينه قليل، يعني هو عدى 80,000. تمام، كده معناه إنه بالفعل عنده قاعدة جماهيرية كويسة. لو كده ممكن يكون حد زي اللي بيقدم قصص رعب أو قصص غامضة وبيستخدم صور أثناء الحكي. لو عايز تضيف أي تفاصيل تانية أنا معاك. طب ما انت ليه ما سألتش السؤال ده؟ هو هل يوتيوبر ذكر او يوتيوبر انثى؟ ليه ما سألتش؟ أيوة عندك حق، كان لازم أسأل السؤال ده من الأول. طيب خلينا نضيفه، هل اليوتيوبر ده ذكر ولا أنثى؟ انثى. انثى. ممتاز، كده الصورة بقت أوضح. بناء على كل التفاصيل دي ممكن يكون اليوتيوبر أنثى مصرية بتحكي قصص وبقالها شهرة كويسة بالفعل. لو عايز أقترح أسماء أو تخمينات قولي. ماشي، اقترح اسماء، اقترح 4 اسماء مش 3. طبعا أنا جاهز، هقولك 4 أسماء وأنت شوف إذا حد فيهم صح. أول اسم مروة القاضي، تاني اسم نور عبد المجيد، تالت اسم سارة سمير، رابع اسم مريم حسين. قولي لو في اسم فيهم مظبوط. ولا اسم فيهم صح. تمام، ولا يهمك، أنا كده لسه مش عارف بالظبط. لو عندك أي تفاصيل زيادة أو حاجة تانية تقدر توصفها عن المحتوى أو أسلوب الحكي ممكن تساعدني في التحديد أكتر. جماعة هو لغاية دلوقتي ما عرفش برضو اليوتيوبر، يعني ما عرفش دنيا حسني وما عرفنيش يعني، ولا عرفنا ولا عرف دنيا حسني، ما اعرفش، مش عارف حد ليه. ده اخر يوتيوبر يا جماعة نقوله، ما عرفش يبقى انا اللي كسبت التحدي. طب خلاص، انت كده ما عرفتش اليوتيوبر التاني، دلوقتي هنبدأ مع يوتيوبر جديد. ابتدي اسأل. طبعا مفيش مشكلة خالص، أنا جاهز لأي يوتيوبر جديد عايز تبدأ فيه. احكي لي عن أي تفاصيل عندك أو نوع المحتوى وأنا هبدأ أسأل الأسئلة عشان أقدر أخمن. ما انت ابتدي اسأل اسئلة. تمام، خلاص أنا مش هسأل أسئلة دلوقتي. لو أنت جاهز تحكي لي عن أي يوتيوبر جديد أو تبدأ تحدي جديد أنا معاك ومستعد أساعد في أي حاجة تحبها. افهم، اليوتيوبر التاني انت خسرته، فخلاص احنا كده هنبتدي مع يوتيوبر جديد، فانت ابتدي اسأل اسئلة عشان انا اساعدك وانت تحاول تخمنه. تمام، أنا جاهز. طيب خلينا نبدأ من جديد. أول سؤال، نوع المحتوى اللي بيقدمه اليوتيوبر الجديد إيه؟ يعني مثلا تعليم، كوميدي، ألعاب أو نوع معين تاني؟ فيديوهات كوميديا. تمام، طيب سؤال تاني، هل المحتوى الكوميدي ده بيكون بشكل فردي لوحده؟ يعني هو بيعمل كل حاجة بنفسه ولا عنده حد تاني بيشاركه في الفيديوهات؟ لا، هم عيلة. ممتاز. طيب سؤال كمان، هل اليوتيوبر ده مصري ولا من دولة عربية تانية أو حتى من دولة أجنبية؟ مصري. تمام، كده عرفنا إنه مصري. طيب سؤال أخير في المرحلة دي، هل هو مشهور جدا وبقاله فترة طويلة ولا لسه في بداية مشواره بس بقى عنده عدد كويس من المتابعين؟ لا، مشهور وعنده 5 مليون. ممتاز، كده بقى عندي صورة واضحة. هو شخص مصري بيعمل محتوى كوميدي مع فريد وعنده شعبية كبيرة جدا ووصل ل5 مليون مشترك. لو عايز أساعد في أسماء أو تخمينات أو لو عندك تفاصيل تانية تضيفها أنا جاهز. ماشي، قول 4 اسماء برضو وانا اقول لك في حد فيهم صح ولا لا. طبعا هقول لك 4 أسماء. أول اسم علي غزال، تاني اسم أحمد عادل، تالت اسم مصطفى مراد، رابع اسم كريم فؤاد. قول لي لو في اسم فيهم هو اللي أنت تقصده. انا يا جماعه حاول اسالها له عشان فاهم الموضوع غلط. بص، هي عيله وبتقدم محتوى كوميدي. هي عيله مش كواحد ومعاه فريق، لا هما عيله. ويعني عيله، انت فاهمني ولا لا؟ تمام أنا فهمت. يبقى احنا بنتكلم على عائلة كاملة بتقدم محتوى كوميدي. طيب خلينا نبدأ من جديد بأسئلة تانية، هل العيلة دي بتقدم قصص أو مواقف يومية كوميدية ولا هي بتبني محتوى على تحديات أو سيناريوهات معينة؟ ساعات تحديات وفيديوهات كوميدي، وعايز اوضح لك حاجه، هما 4 افراد. تمام، كده وضحت الصورة مفيش اكتر أكتر. من كده يا جماعه، يبقى مش احنا عارف ليه. بنتكلم على عيلة من 4 أفراد كلهم بيقدموا محتوى كوميدي. طيب آخر سؤال، هل العيلة دي بقالها فترة طويلة على اليوتيوب ولا لسه في بداية المشوار وعدد متابعيها بدأ يكبر مؤخرا؟ لا، بقالهم كتير في اليوتيوب وعندهم 5 مليون. ممتاز، كده الصورة بقت واضحة جدا. عيلة مصرية بالكامل بتقدم محتوى كوميدي وبقالهم فترة طويلة على اليوتيوب ووصلوا ل5 مليون مشترك. لما عايز بقى أساعد في اسم أو تخمينات أو عندك اسم في بالك أنا معاك.
اتفضل قول 4 اسامي وانا هقول لك فيهم حد صح ولا لا. طبعا هقول لك 4 أسماء دلوقتي. أول اسم عائلة عبد العزيز، تاني اسم عائلة سليم، تالت اسم عائلة حسام، رابع اسم عائلة المصري. إذا حد فيهم هو اللي أنت بتفكر فيه. لا ومفيش ولا حد فيهم، وكده احنا خلصنا كل اليوتيوبر وانت ما جبتش ولا واحد، فانت كده خسرت التحدي. حابب اقول لك بقى على اسم الثلاثه اليوتيوبر اللي انت معرفتش تخمنهم. اول يوتيوبر وهو هارلي محمود، تاني يوتيوبر وهي دنيا حسني، تالت يوتيوبر وهي عائلة شيمو فاميلي. تمام، فهمت خلاص. فعلا أنا معرفتش أتواصل ليهم، لكن أنا سعيد إنك وضحت الأسماء دي. لو عايز نعمل تحدي جديد أو حاجة تانية أنا جاهز طبعا. لا سلام. يا جماعه ده، ده معرفش ولا واحد، معرفناش احنا التلاتة، معرفش ولا حد فينا. يعني انا كده اللي كسبت التحدي، هو خسر في التلاتة. مش محتاجين نكمل، لو كان جاوب حتى واحد كنت كملت، بس هو كده كده خسر. بقول لكم حاجه يا جماعه، مسلسل بكاسة الحلقه التانية نزلت امبارح، وما تنساش بقى تشترك في القناه يوميات هاري، هتلاقي لينك القناه تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت. بس كده يا جماعه كان الفيديو بتاع النهارده خلص. اهم حاجه ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. ولو مش شفت الفيديو اللي فات هتلاقيه تحت في الديسكربشن. اهم حاجه ما تنساش تخش جروب الواتساب والقناتين هنا تحت في الديسكربشن. بس كده، سلام.